عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وأحسن صحة وتم حال. وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايلكم فيديو جامد جدا. هعمل النهارده معاكم طريقة عمل حلوة الطبقات الجميلة دي. تعالوا نشوف الحلوة الجميلة دي اتعملت ازاي. بس قبل ما تبدأوا الفيديو متنسوش تضغطوا على زر اللايك وتنزلوا تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بننزله. وما تنسوش تكتبوا تعليق حلو زيكم وتقولوا لنا الوصفة بتاعتي النهارده عجبتكم ولا لا. بس كده تعالوا نشوف الوصفة الجميلة دي اللي بتتعمل بس في 10 دقايق. وصفة الصيف بقى الجميلة اللي تاكليها كده والجو حر بصراحة مفيش منها. تعالوا نشوف الوصفة الجميلة دي اتعملت ازاي ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا هنا الطاسة بتاعتي بنزل فيها بنص كوباية من اللبن، ومعايا هنا معلقتين ونص من الكاكاو، ومعايا هنا مكعبين من الزبدة. بقلبهم مع بعض على البارد كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بحط الطاسة بتاعتي على النار وبستمر في التقليب لحد ما القوام بتاعي يبقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وعندي هنا ده بسكوت سادة او بسكوت الشاي، اي بسكوت انت بتفضليه. احنا عندنا البسكوت ده، عندي كمية البسكوت دي زي ما انتم شايفين، وببدأ ان انا اكسر البسكوت بتاعي بالشكل ده. انا ما بكسروش ناعم قوي، بسيبه خشن شوية، بكسره بالشكل ده، مش بكسره ناعم قوي. وبعدين بنزل بالكاكاو بتاعي على البسكوت زي ما انتم شايفين، وبعدين بخلي البسكوت بتاعي يتشرب من الكاكاو حلو. بستمر في التقليب زي ما انتم شايفين كده، وبخلي البسكوت بتاعي يتشرب جدا من الكاكاو ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده البسكوت بتاعي اتشرب. عندي هنا صينية التشيز كيك، بنزل بالبسكوت بتاعي في الصينية بالشكل ده، وببدأ ان انا اضغط عليه واوزعه في الصينية زي ما انتم شايفين. بتضغط عليه بالشكل ده، وببدأ ان انا اسويه زي ما انتم شايفين. ما تنسوش تصلوا على سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا الطاسة بتاعتنا بنحط فيها كوباية الا ربع من السكر، و4 معالق من الدقيق، و3 معالق من النشا. وبعدين بقلب المكونات الجافة بتاعتي مع بعض بالشكل ده. وعندي هنا ده كيلو من اللبن او رتل من اللبن. بنزل باللبن بتاعي زي ما انتم شايفين، وبعدين ببدأ ان انا اقلب السكر والدقيق والنشا مع بعض زي ما انتم شايفين. وبعدين بقلبهم على النار، وبفضل ان انا اقلب فيهم عشان النشا بتاعي ما يتجمدش. وده شكله بعد ما نزل من على النار. بحط فيه مكعبين من الزبدة، وبعدين معايا هنا ظرف من الفانيليا. وبعدين بقلبهم مع بعض بالشكل ده، وبخلي الزبدة بتاعتي تسيح مع النشا والدقيق زي ما انتم شايفين.